هذا الدستور لم تبذل اي قوى سياسيه حتى الان في المجتمع اي جهد لمناقشته بشكل تفصيلي او لارغام الهيئه التاسيسيه على ان تخرج من اطار عملها اللي انا بقول عليه انه عمل باطني الى الراي العام عشان نعرض المبادئ اللي هي بتتكلم عنها. حتى الان الشواهد اللي موجوده شواهد مثيره للقلق. مثيره للقلق لانها رقم واحد بترسخ فكره الدوله الدينيه بشكل اكبر. تخلق مرجعيات، ده كان واضح جدا من النقاش الطويل حوالين الماده 2. الماده 2 كان واضح جدا من بدري، اي حد بيعرف السياسه عارف كويس قوي ان في كلام في الماده 2 اصلا على مبادئ الشريعه الاسلاميه. مبادئ الشريعه الاسلاميه ده مش اختراع مثلا جه في دماغ حد، ده نقاش قانوني في السلجوني وغيره عشان ينتهوا اليه. وبين احكام الشريعه الاسلاميه ومفهوم جدا في مراحل التفاوض ان هنوصل لمرحله يقول لك طيب بلاش مبادئ وبلاش احكام. خلينا نقول الشريعه الاسلاميه. دخلنا في الفخ الاساسي اللي هم عاوزينك توصل. يبان انها نقطه توافق، لكن في الحقيقه هي مش نقطه توافق بالمره. نضيف اليها نص اللي هو متعلق بمن له الحق ان يقول او معاه الماسوره اللي تقول ايه الشريعه، ايه اللي تبع الشريعه وايه لا. هنا تم تجاهل النظام القضائي اللي بيقرر الموضوع ده، وفي قلب منه المحكمه الدستوريه. قال لك لا، الازهر هو المرجعيه اللي احنا هنرجع لها عشان تقول ايه متوافق مع الشريعه وايه ضدها. ده اختيار في الماده 2 لازم يغير في البنيه او في صلاحيات البنيه القضائيه اللي موجوده عندنا، وده هيظهر بعد كده في القوانين. وطبعا اللي متابع الشأن عارف كويس ان في معركه حول الازهر، يمكن احد تجلياتها حكايه اللي حصل في جامعه القاهره لما شيخ الازهر لا راح ما لقاش مكانه. المشكله شيخ الازهر هو اللي وضع بروتوكول بس راح ما لقاش مكان ليه. زي دي الفكره ان الصراع مع الازهر هو صراع للسيطره، ان اولا لاقصاء الجانب اللي هو فيه طيب اشباهه يعني، ويبقى في سيطره واضحه جدا. في فريقين جوه الازهر عندهم معركه طويله للسيطره عليه، هم الاخوان والسلفيين. عشان كده النص اللي هو موجود في الماده اللي بيعطي للازهر الحق في ان تقول ما هو موافق للشريعه وهو ضدها هو كمان مرتبط بهذه او بسياق هذه المرحله. واختيار وزير الاوقاف في المرحله ده كمان ده له تداعيات كمان حكايه الاوقاف. ده مهم جدا لان احنا هنشوف كل شيء من المناقشات اللي بتتم. هتجد ان مصر بتدفع ضريبه ان في ناس صحيت من النوم، نعمل كتير جدا وصحيت من النوم لقت ان في حاجه اسمها دستور، وان كل حاجه في الدستور دي كانها يعني شيء غريب. تيجي تتكلم السياده للشعب يقول لك لا السياده لله، معاهم المساله يعني ملهاش علاقه. تيجي تقول الحريات وجميع المواطنين متساويين والمراه حق المراه يقول لك بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه. يعني مع افتراض بقى ان الشريعه الاسلاميه فيها تمييز كمان يعني. احنا وصلنا لمرحله هنا الحريات العامه بشكل عام محدده، وحتى يعني كان كل الناس بتعتقد ان انهاء النظام القديم بادوات القمع بتاعته اللي هي وزاره الداخليه وجهاز الاعلام سميناها ادوات القمع الاجتماعي، كنا بنقول خلاص يعني وان خلاص يعني المساله وقت ويتفك حاجه اسمها اتحاد الاذاعه والتلفزيون، يبقى في حسب الماده 19 من الكلام بتاع اعلام الحقوق الانسان في حريات للنشر وحريات للبث الى اخره. وجئنا ان اخواننا الموجودين داخل الدستور بينشئوا نوع من انواع الاستبداد الجديد وتقييد الحريات، واصبح كمان بقى اللي هيشتغل في وسائل الاعلام بشكل عام عنده محاذير بما لا يخالف احكام الشريعه